بنرصد لحضراتكم تفاصيل حادث أليم تعرض له عدد من الطلاب أثناء عودتهم من المدرسة خلال الفترة المسائية، حيث أصيب 6 طلاب بإصابات متفرقة مختلفة إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكي اصطدمت بهم أثناء عبورهم الطريق ناحية شارع سيالة أولاد نصير بدائرة مركز سوهاج، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات متفرقة. تنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات واشتباه في كسور، وجرى نقل المصابين 6 من الطلاب إلى المستشفى التعليمي لتلقي العلاج اللازم. تفاصيل الواقعة بدأت عقب تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخبارا بوقوع حادث تصادم على إحدى الطرق بالتحديد بشارع سيالة أولاد نصير التابعة لمركز سوهاج، وإصابة عدد من الطلاب أثناء عبورهم الطريق خلال عودتهم من المدرسة الفترة المسائية. بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات المبدئية والأولية أنه أثناء عبور عدد من الطلاب الطريق وأثناء قيادة المدعو أحمد محمد سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم 9275 اصطدم بعدد من الطلاب بناحية شارع سيالة أولاد نصير بدائرة مركز سوهاج، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات متفرقة. ضمت قائمة المصابين الطلاب المصابين كلا من فرحة أحمد محمد علي ومريم محمد عمر مصابة باشتباه كسر، ومحمد محمود أحمد كدمات متفرقة، وسلمى مصطفى محمد كدمات وسحاجات متفرقة، وعبد العزيز محمود محمد كدمات وسحاجات متفرقة، ويوسف محمود حمدي مصاب بعدة كدمات متفرقة. تم الدفع بسيارتي إسعاف وجرى نقل الطلاب المصابين الطلاب 6 إلى المستشفى التعليمي لتلقي العلاج. ومصدر طبي أفاد بأن الحالة الطبية للطلاب المصابين حالتهم مستقرة، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفى التعليمي. كذلك تم إجراء عمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم داخل المستشفى التعليمي، في حين جرى التحفظ على السيارة الملاكي المتسببة في الحادث وقائد السيارة رهن التحقيقات. إذن أعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان، متابعي ومشاهدي كايرو لايف قناة القاهرة 24، عدد من الطلاب أثناء عودتهم من المدرسة الفترة المسائية، وذلك بسبب نقل مدرستهم لأعمال الصيانة، جرى نقل المدرسة الخاصة بهم للدراسة فترة مسائية بإحدى المدارس المجاورة. أثناء عودتهم من المدرسة خلال الفترة المسائية وأثناء عبورهم الطريق اصطدمت بهم سيارة ملاكي قيادة المدعو أحمد محمد أثناء عبورهم الطريق، وهم في طريقهم أو في طريق عودتهم إلى منزلهم عائدين من المدرسة خلال الفترة المسائية. اصطدمت بهم السيارة الملاكي، ما أدى إلى إصابة 6 طلاب بإصابات متفرقة سحجات وكدمات، وأحد الطلاب أو إحدى المصابات مصابة باشتباه كسر. وجرى نقل المصابين 6 إلى مستشفى سوهاج التعليمي، وتم بالفعل تقديم كافة الرعاية والعناية الطبية اللازمة لهم. ومصدر طبي أفاد بأن المصابين بحالة جيدة وحالتهم الصحية مستقرة، وجرى تقديم كافة الخدمات والعناية الطبية والرعاية الطبية لهم داخل المستشفى. كذلك عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم انتقلت إلى المستشفى للاطمئنان على وبالفعل الحالة الصحية والطبية للطلاب المصابين حالتهم مستقرة، وجرى تقديم العناية الطبية اللازمة لهم. وأفاد مصدر طبي أيضا بأنه تم التصريح بالخروج لحالتين من المصابين عقب تماثلهم للشفاء وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم. على جانب آخر جرى التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائد السيارة رهن التحقيقات. الحادث شهده شارع سيالة أولاد نصير التابعة لمركز سوهاج،
عدد من الطلاب طلاب إحدى المدارس الفترة المسائية أثناء عودتهم إلى منازلهم عائدين من المدرسة، وأثناء عبورهم الطريق العام بناحية شارع سيالة أولاد نصير بدائرة مركز سوهاج، اصطدمت بهم سيارة ملاكي ما أدى إلى إصابتهم بإصابات متفرقة. جرى نقل المصابين جميعهم إلى مستشفى سوهاج التعليمي، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وصرح لاثنين من المصابين بالخروج عقب تماثلهم للشفاء. الإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات متفرقة، وحالة من بينهم مصابة باشتباه بكسر في الساق، ولكن الحالة العامة لجميع المصابين مستقرة. عدد من قيادات التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج انتقلت إلى المستشفى للاطمئنان على الحالات أو الطلاب المصابين، وبالفعل الحالات مستقرة داخل المستشفى، وصرح الاثنين منهم بالخروج من المستشفى عقب تماثلهم للشفاء وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم. جرى التحفظ على السيارة الملاكي المتسببة في الحادث، كذلك جرى التحفظ على قائد السيارة رهن التحقيق.